أطفال غزة يموتون جوعا. هذا ليس شعارا بل واقعا نعيش هنا في داخل قطاع غزة. هؤلاء الأطفال منذ أيام لم يستطيعوا الحصول على رغيف خبز واحد. لا صوت يعلو فوق صوت البطون الخاوية. المجاعة تجاوزت كل المراحل. غزة تموت جوعا. يحاول الأهالي التعامل مع هذه السيدة، وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل لحظات. أن الناس يسقطون الآن في شوارع غزة من شدة الجوع، يسقطون على الأرض من شدة الجوع. وهذا المصاب الذي أصيب الآن لا يوجد له علاج، وهذا حال المواطنين جميعا هنا في داخل القطاع، يسقطون على الأرض واحد تلو الآخر، يحتاجون إلى وجبة طعام واحدة. يا أنس شريف زلونا بالمظلات، رمونا على البحر، اختلزات احنا ساكنين، رمونا على البحر زي كلاب الساعة لجان. هذا هو المشهد وهذا هو الحال هنا في داخل قطاع غزة. الجميع فقط ينتظر الموت، إما قصفا أو جوعا أو عطشا. استمر يا أستاذنا، استمر انت صوتنا. أن نتحدث وممكن أن نخلع هذه الخوذة الميادة التي أرهقتني طوال هذه الفترة، وأيضا هذا الدرع الذي كان جزء من جسدي خلال هذه المدة وخلال هذه الفترة الطويلة، والذي كان على مدار الوقت يرافقني. والآن نعلن هنا من داخل قطاع غزة ومن داخل مدينة غزة هذا الإعلان ووقف إطلاق النار لكل سكان